السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من كوره بودكاست على سبري سبورت. هنتكلم عن الاسبوع المهم جدا وكل حاجه حصلت في الاسبوع ده كان مهم جدا. على الصعيد الاوروبي اتحسمت الدور 16 وخلاص دخلنا في ربع النهائي، وهنتكلم عن كل حاجه. يلا بينا. والبدايه هنتكلم عن الدوري الانجليزي. الاسبوع ده فيه مفاجأتين، يعني ما يعتبروش مفاجآت، بس يعني ايه بحكم الفرق اللي فيه الاسماء الكبيره. نتكلم عن الاسبوع ده اللي حصل في الماتشات بتاعته. كان ماتش خساره مانشستر سيتي من نوتنجهام فورست 1-0، وتعادل ارسنال مع اليونايتد 1-1، ودي النتيجه دي كانت لصالح ليفربول قدر يفوز على ساوثهامبتون 3-1 بالعافيه. ماتش مش احسن حاجه ليفربول يقدم اداء في الماتشات الاخيره، اخر 3 ماتشات. الماتش العوده بتاع دوري ابطال اداء متواضع جدا في الماتشات دي. كانت ماتشات الدوري الانجليزي، ومحمد صلاح قدر اللي هو يوصل، سجل هدفين من ضربتين جزاء امام ساوثهامبتون، وقدر اللي هو يتعادل مع رقم اجويرو، الرقم اللي هو كنا متكلمين عن ارقام الهدافين الدوري الانجليزي. هو كده اتعادل مع اجويرو 184 هدف، هو اتعادل معاه. هو فرق بينه وبين اندي كول حوالي 3 اهداف، فهو ممكن يتعادل مع اندي كول ويعديه. لسه قدامه ماتشات في الدوري الانجليزي ان شاء الله يسجل اكتر. رقم محمد صلاح طبعا مسجل حتى الان 27 هدف، هو هداف الدوري الانجليزي، و16 اسيست، وارقام كويسه جدا لصلاح في الدوري الانجليزي. وليفربول كده هي المتصدره 70 نقطه، ارسنال 55، نوتنجهام فورست 51، تشيلسي 49، ومانشستر سيتي بقت 47 نقطة، ونيوكاسل طبعا متعادلة هي برضو 47 نقطة مع السيتي. أهم ماتش في الجولة 29 الجولة الجاية، الجولة ديت ليفربول لعب الماتش بتاعه، هو اللي افتتح الجولة دي. فالماتش الجاي ليفربول مش هيلعب نهائي كاس الرابطة، كاس كاراباو، فهو هيلعب نهائي ضد نيوكاسل يوم الأحد الساعة 6:30. وأما ماتشات الجولة 29 هيبقى الأرسنال بيواجه تشيلسي صاحب المركز الثاني بيلعب صاحب المركز الرابع. طبعا مانشستر سيتي في المركز الخامس دلوقتي، بعدت عن المركز الرابع هو ونيوكاسل الاثنين خامس وسادس. ده جدول الترتيب الدوري الانجليزي زي ما احنا اتكلمنا عليه. الدوري الاسباني، ندخل في الدوري الاسباني. الجولة دي حصلت فيه حاجات كتيرة مختلفة. ماتش برشلونة كان خلاص هيتلعب قبليه بساعات بسيطة، الدكتور رئيس الجهاز الطبي لبرشلونه، فالماتش اتاجل ما لعبوش الماتش. واتلتيكو مدريد خسرت من ختافي 2-1، وريال مدريد فاز 2-1 على رايو فيا كانو. كده الترتيب اتغير، بقى برشلونه هي المتصدره والريال الثاني تعادل مع برشلونه، بس برشلونه ما لعبتش الماتش بتاعها عشان اتاجل بسبب وفاه دكتور الفريق. واتلتيكو مدريد بقى المركز الثالث بفرق نقطة عن ريال مدريد، وكده الترتيب بقى 57 نقطة، برشلونة 57 نقطة، الريال 56 نقطة، اتلتيكو مدريد. الماتش الجاي في الجولة الجاية ما بين اتلتيكو مدريد وبرشلونة يوم الأحد الساعة 10. الاسباني طبعا مولع الفترة ديت، وما فيه فرق نقطة بين الاول والتاني، طبعا في منافسه كبيره، ولسه الدوري الاسباني في الملعب. ندخل على الدوري الايطالي. والدوري الايطالي كان اهم ماتش كنا متكلمين عليه ماتش يوفنتوس واتلانتا، ويوفنتوس خسر من اتلانتا 4-0 مع الرأفة، كان ممكن النتيجه تطلع اكبر من كده بكتير. والمتصدر حتى الان الانتر، بعد كده نابولي واتلانتا. فده ترتيب الدوري الايطالي. ندخل في ماتشات دوري ابطال اوروبا عوده دور ال16، ماتشات العودة. يعني أول ماتش كان ما بين برشلونة وبنفيكا، وبرشلونة قدرت تفوز 3-1، وشهد الماتش تألق طبعا يمين يامال ورافينيا فرقة وبالدي. فالماتش كان جامد جدا لبرشلونة وأداء حلو جدا، ويمين يامال واد مبدع جدا وعامل موسم ما شاء الله عليه. ورافينيا برضو متألق، سجل هدفين، ويمين يامال سجل هدف عالمي جدا، شوطة من بره ال 18 عدى فيها، شايط في البعيدة، جون عالمي بصراحة، واد لعيب. هو طبعا كان اتكلم بعد كده عن الماتش اللي هو ساب المهارة واللي هو بيرقص وكده، اللي هو كان عنده كلاب بيربي كلاب، فالكلاب دي كانت بيراوغها، هي بتجري ورا الكورة، هو كان بيراوغها وكده، فده اللي نمى عنده المهارة. ده كلامه في تصريحاته بعد الماتش. كده برشلونة اتأهلت زي ما احنا قلنا. ليفربول وباريس سان جيرمان، والماتش ده كان على على العكس خالص. باريس سان جيرمان كانت خسرانة على ملعبها 1-0 من ليفربول، وهي كانت عاملة في ماتش قوي جدا في ماتش الذهاب. هي راحت تلعب طبعا في الانفيلد ملعب ليفربول، وقدرت تسجل هدف في الدقيقة 12 عن طريق ديمبلي، بالرغم ان ليفربول كان في اول 10 دقايق هو الافضل وهو الاحسن في الماتش. قدر باريس سان جيرمان بهجمة مرتدة يسجل هدف عن طريق ديمبلي في الدقيقة 12، وماتش بعد كده اتقلب بقى باريس سان جيرمان هي الاحسن
في الشوط الاولاني كله، وهي الافضل، وهددت ماتش وهددت مرمى ليفربول اكتر من مره. الشوط التاني اتعكس، بقى ليفربول هو الاكتر خطوره. هو طبعا كده متعادل وعايز يكسب وخسران على ارضه وعايز يتاهل، فاتغير خالص هاجم كتير جدا. وبعد كده خلص الماتش 1-0 ودخلوا اكسترا تايم، وقت اضافي. وقت الاضافي كان الافضل، الشوطين كانوا افضل فيهم باريس سان جيرمان، ضيعوا فرص كتيره. ووصلنا لضربات الترجيح اللي هي ضربات الجزاء، وحسمها باريس سان جيرمان، وتأهل باريس سان جيرمان على حساب ليفربول. ليفربول كده خرج برضو، برغم برضو هو اخر 3 ماتشات قلنا ماتش الذهاب ما كانش افضل حاجة، ماتش العودة كان على فترات الشوط التاني واول 10 دقايق من الماتش. وماتش ساوثهامبتون اللي فازوا فيه 3-1 برضو ما كانش افضل حاجة، بس فاز 3-1. فليفربول اخر 3 ماتشات اداؤه ضعيف جدا، طبعا ده يرجع ما عندوش دكة، ومحمد صلاح برضو كانش في احسن مستواه، رغم ان هو في ماتش باريس اللي ماتش العودة كان كويس جدا، مستوى كويس بس مش افضل حاجة. طبعا اللعيبة اللي معاه مش مساعداه برضو، انت عندك نونيز اللي انت نزلته ده ضيع ضربة ترجيح، برضو حاجة متعتمدش عليها خالص. باقي الفرقة برضو مش في افضل حالاتها، ليفربول مفيش دكة والفرقة مش قوية. انت بتلعب باريس سان جيرمان لعيبة صغيرة عندهم دكة وعندهم فريق قوي، فول تيم قوي. فخروج ليفربول، وليفربول كده بعد ما خرج محمد صلاح كان طبعا زعل جدا وعيط، كان زعلان جدا ده عشان بنسبة كبيرة بقى صعبت عليه جدا، بقى موضوع صعب اللي هو يفوز بالبالون دور، بقى موضوع صعب جدا عليه. لان طبعا ده عشان تفوز بالبالون دور لازم تكون عامل موسم قوي جدا، هو عامل بالفعل موسم قوي، بس خروجه من دوري ابطال اوروبا ده هيقلل من فرصه في الفوز بالبالون دور بنسبة 30-40%. وطبعا مفيش حاجة مستحيلة، بس كده بقى صعب خالص، الموضوع بقى صعب. الماتش التاني فده طبعا محمد صلاح زعل جدا، وهل بقى لسه بقى هيجدد، هل هيستمر مع ليفربول، ممكن ينافس يقعد يجدد معاهم ويفكر في الموسم الجديد مثلا هو يفوز معاهم بدوري ابطال اوروبا، بس ده مفيش حاجة مضمونة، لسه هنشوف. الماتش اللي بعده كان باير ليفركوزن وباير ميونخ، وباير ميونخ قدر يفوز 2-0 في الماتش العودة وتأهل هو كمان. والانتر وفاينورد وانتهى فوز الانتر 2-1، وليل وبروسيا انتهى فوز بروسيا 2-1 على ليل. ندخل في ماتش بقى ديربي مدريد، اتلتيكو مدريد وريال مدريد، ده سيناريو شبيه بسيناريو ليفربول وباريس سان جيرمان. الماتش ده كان في ملعب اتلتيكو مدريد متروبوليتانو، وانتهى في اول ماتش غريب جدا، في اول 27 ثانية اتلتيكو مدريد هدف حلو جدا خطفوه، هدف عن طريق جلاجر اللاعب بتاع اتلتيكو مدريد، بل هدف هدف سريع جدا، من اسرع الاهداف اللي اتسجلت في اوروبا وهو في العالم كمان. 27 ثانية على طول الحكم صفر تريك جون، هجمة على طول في ريال مدريد وسجلوا. وبعدين فضلوا على الهدف ده اتلتيكو مدريد، ضيعت كتير وهجمت كتير. والريال طبعا بعد الهدف خلاص هاجم اللي هو خارج البطولة، برضو هاجم والماتش كان مفتوح. طبعا اتحسبت ضربة جزاء لريال مدريد، وشاطها فينيسيوس في السماء، كان اصلا اتخانق هو وامبابي، كيليان امبابي، على مين اللي يشوط، وفينيسيوس دخل يشوط وضيعها. انا قلت اصلا قبل ما هم، بعد ما لقيتهم التاني دخل عليه اللي هو فينيسيوس دخل اخد الكرة عشان يشوط، قلت هتضيع اللي هما الاتنين، فضاعت الكرة دي ضربة الجزاء. والماتش خلص 1-0 لاتلتيكو مدريد، ودخلوا اكسترا تايم. الاكسترا تايم فضل الماتش زي ما هو لغاية ما وصلنا لضربات الترجيح، وحصلت المفاجأة الكبرى. ريال مدريد دخل أول واحد كيليان امبابي سجل، بعد كده دخل أتلتيكو مدريد، بعد كده ريال مدريد، بعد كده الفاريس لاعب أتلتيكو مدريد دخل يشوط ضربة الجزاء وسجلها. واحنا ما كناش، بعد كده اتلغت، عرفنا اللي هم ما راجعوا للفار، شفنا اللقطات اللي هو لمس الكورة برجلين الاتنين. وانا مستغرب بصراحة ان ازاي انت جاي اي لاعب جاي يشوط ضربة جزاء، انت ازاي تلمسها برجليك الاتنين في نفس الوقت؟ انا مش فاهم ازاي حصل. قعدنا نتفرج ونشوف، وقال لك كمان الكرة فيها سنسورز وفيها حاجات وفيها جهاز وتبين حاجات كتيرة، لقينا اللي هو اصلا داخل يشوط برجليه اليمين، الشمال سبقة، راحت جاية جنب الكورة
هو جاي يشوط برجليه اليمين، راحت الكرة لمسة بطن رجله الشمال. فحاجة غريبة يعني، انت رجليك انا اللي اعرفه انت رجليك بتبقى سبق ان انت هتشوط بيها سواء شمال او يمين. هو الطبيعي يعني مفيش حد بيمد رجل يسند بيها بعد كده يشوط بالتانية. وكان اللاعب اصلا شكله كان بيتزحلق كمان يعني، هو شاطها ووقع. حاجة سيناريو غريب، سيناريو فيه عفاريت ريال مدريد ولا ايه سيناريو غريب جدا. ان انت واحد جاي يشوط ضربة الجزاء، لا انا اسند الاول اثبت رجل ناحيه الكوره بعد كده اجي اشوط. طبيعي هتلمسها يعني انت، وبعدين انت شايط في زاويه قريبه الرجل. لو انت شايط في اليمين تبقى بعيد عن رجلك الشمال، انت شايط اصلا في الشمال ورجليك الشمال جنب الكوره. فوضع غريب. وانا اول مره اشوف اصلا الوضعيه دي اللي هي ضربه جزاء تتلغى، اللي هي اتلمست مرتين، ما حصلتش يعني، نادرا لو شفت حاجه زي دي. حاجه غريبه يعني اللي ده يحصل حاجه غريبه. واتلتيكو مدريد والريال حظه زي الفل في كل ماتشات دوري ابطال اوروبا، صعد المره دي على حساب اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد حظه نحس قدام ريال مدريد، سواء في نهائي سواء في سيمي فاينال سواء اي حاجه، بيخرج على طول قدام ريال مدريد. ده عقدته ريال مدريد حظه كتير جدا. وانشلوتي البانا حظه جامد جدا وجايب صحراء من افريقيا ولا ايه مش عارف. ده كان ماتش اتلتيكو مدريد وريال مدريد، والريال اتأهل وخلاص. اسدال الستار على المباراة العجيبة الغريبة اللي نشوف فيها طرائف وعجائب مختلفة. يقول لك الكرة فيها سنسور، وبعد كده الفيفا طلع تاني يوم اكد الجون ده لمس اللاعب الفاريز، لمس الكرة مرتين. حاجات غريبة. احنا الاول اصلا ما شفنا الهدف اتلغى ليه، استغربت بصراحه انه شاطها حلوه. بس ما قربنا وجابوا كاميرات وجابوا الاعاده، ايه ده لمسها برجل الاتنين ووقع. والمشكله اللي هي كانت هتتكرر تاني مع لاعب تاني من اتلتيكو مدريد، متعرفش ايه اللي حصل، هم داخلين في ايه يا جدعان. الماتش اللي بعده كان استون فيلا وكلوب بروج، وانتهى فوز استون فيلا 3-0. واستون فيلا بتاكد تفوقها في الماتش ده وبتصعد لربع النهائي دور الثمانيه. الماتش الاخير ارسنال وبي اس بي اندوفن انتهى بالتعادل 2-2. وارسنال كان فاز في الذهاب 7-1 خارج ارضه. وارسنال خلاص ضمن الصعود وصعد هو كمان. فخلصنا كده الفرق اللي صعدت: برشلونة صعدت، باريس سان جيرمان صعدت، بايرن ميونخ صعد، انتر صعد، بروسيا دورتموند صعدت، ريال مدريد صعد، استون فيلا صعدت، والارسنال صعد. ده الثمان فرق بتوع دور ربع النهائي، دور الثمانية. الماتشات هتتلعب الذهاب ما بين من 8 ل 9 ابريل، والعودة من 15 ل 16 ابريل اللي هو شهر 4. دي ماتشات دوري ابطال اوروبا. حصلت عجائب كتيرة، وليفربول ودعت. كان ابرز يعني احنا توقعاتنا اللي هي كانت ماشية زي ما هي، ما عدا بس ليفربول وباريس. ودي طبعا قلنا الماتش متكافئ، ان باريس برضو فرقة قوية جدا، وبصراحة باريس تستحق التأهل لان مجمل ادائها في الماتشين هي الافضل. ده كانت كل حاجة عن دوري ابطال اوروبا كده. طبعا المواجهات: برشلونة هتلاعب مين؟ برشلونة هتلاعب بروسيا دورتموند، والبايرن ميونخ هيلاعب انتر ميلان، والارسنال هيلاعب ريال مدريد، وباريس سان جيرمان باريس هتلاعب استون فيلا. فدي ماتشات ربع النهائي دور الثمانية من دوري ابطال اوروبا. وقلنا المواعيد وقلنا كل حاجة عن دوري ابطال اوروبا. طبعا من وجهة نظري البالون دور اللي هيفوز بدوري ابطال اوروبا، يعني لو برشلونة او الريال فاز بدوري ابطال اوروبا، لاعب منهم هيبقى هو اللي فايز بالبالون دور من وجهة نظري. والأقرب برشلونة إن شاء الله تفوز بيها. يعني ممكن عندك أعتقد ممكن رافينيا، يمين يامال، بدري ينافسوا على أفضل لاعب في العالم، وجايزة البالون دور جايزة فرانس فوتبول. فدي برضو دي اللعيبة اللي أنا أتوقع لها. ولاعيبة ريال مدريد طبعا برينجهام ومبابي، دي اللعيبة اللي هتنافس على أفضل لاعب في العالم. كده أصلا خلاص يعني كده احنا داخلين على توقف دولي. تصفيات كاس عالم في اسيا وافريقيا وامريكا الجنوبيه، ودوري الامم الاوروبيه. البطوله الاوروبيه بتاعت دوري الامم الاوروبيه هتقام. فاغلبيه الدوريات على كله هيقف، هيرجعوا من بدايه شهر 4. ابرز ماتشات الاسبوع الجاي زي ما قلنا هيبقى في الدوري الانجليزي. عندنا قمه الدوري الانجليزي ارسنال وتشيلسي، دي يوم الاحد الساعه 3:30، واتلتيكو مدريد في نفس اليوم، وبرشلونه الساعه 10. فدي ماتشات اقوى ماتشات في الاسبوع القادم، وداخلين على توقف دولي زي ما احنا قايلين. والماتشات هترجع، الدوريات هترجع في بداية شهر 4، ودوري أبطال أوروبا والبطولات التانية هتستأنف في شهر 4، سواء الصعيد المحلي أو الأفريقي أو الدولي أو الأوروبي.
فهنشوف اللي هيحصل في الفترة الجاية. بس لو وصلت لنا، لو عجبك الحلقة متنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات. تابعني على كل السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكريبشن. واشوفكم في حلقة جديدة كرة بودكاست على سبري سبورت. سلام.